خطاهم وأنتم منهم. أقول لكم يا أهل السودان مرحبا بكم، فأنتم منا ونحن منكم. اسمعوا يا أهل السودان، اسمعوا يا أهل السودان، لو كان في إكرامكم ذبح الغنم والإبل والبقر لما كفتكم أغنام المملكة كلها، لكن سلمان العزم والحزم قد أكرمكم بأعظم من هذا، وجاء بكم في هذا المكان وفي هذا الموطن وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا اليوم الذي يفرق فيه كل أمر حكيم لأجل أن يكتب لكم الرباط والجهاد والقتال وتدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها السودانيين، من هذا المكان سوف أغير اسمكم الآن، فهل أنتم قابلين أم لا؟ أجب يا زروق، قابل ولا لن تقبل؟ يا أحباب رسول الله، يا أحباب رسول الله، يا أيها السودانيين، اعلم أيها الحوثي أن هؤلاء يحبون رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولقد ربوهم ليس آباؤهم على طريقهم زائرين، لكنني أريد أن أخبرك أيها الحوثي، نموت في الحق بإذن الله تعالى. أريد أن أخبرك أيها الحوثي أن آباءهم لم يربوهم، لكن الذي ربهم حبوباتهم أيضا، فأنت لست كفوا أن أنقل لك ما يقول لهم آباؤهم. الله أكبر. اسمع إلى حبوباتهم ما يقولون. ازحف عني أيها المصور وفقك الرحمن. قالوا لهم حبوباتهم: كراعك لا يشوفها أحد، باطن كراعك لا يشوفها أحد، ولا يدخل يا ولد مدنكر، اسحب تدخل مدنكر. هذا علمتهم حبوباتهم يا أيها الحوثي، باطن كراعك لا يشوفه أحد وما تدخل مكان دنكر أبدا. هؤلاء الأبطال أيها الحوثي أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. يوم يأتي يوم القيامة، يوم العرض الكبير، يتخلى آدم عن حواء، وموسى عن أخيه، وعيسى عن مريم، وكل يقول نفسي نفسي نفسي، وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. عيب على لحانا أيها الأبطال أن تتهم أمكم عائشة خلف هذه الجبال ويقول عنها أنها زانية. من لأم المؤمنين غيركم أيها الأسود؟ هل أنتم مدافعون عنها؟ وفي سبيل الله ميتون، ومن أجل أصحابه مدافعون، وعن سنة محمد مقاتلون. دونكم هذه الجبال خلفها الجنة. من يبايع على لا إله إلا الله وعلى الدفاع من أجل لا إله إلا الله والدفاع عن مكة والمدينة وعن محمد بن عبد الله وأصحابه وسنته إذا افتخرت الناس ببلدانهم وبأراضيهم. أنتم يا أهل السودان افتخروا بمكة والمدينة، فإن في باطنها أعظم جثمان الحبيب صلى الله عليه وسلم. إنهم يقولون سوف نأتي. الله أكبر. لا إله إلا الله. في سبيل الله غمنا، صغيرة مع اللواء، والد يأخذ منا، إن الدين فداء، يعود الدين ميت، أو ترق منهم دماء، أو ترق كل الدماء. الله أكبر. وللأوطان في دم كل حر يد سلبت ودين مستحق. الله أكبر. غيبا يا يهود، جيش محمد لازم يعود. الله أكبر. الله أكبر. هل تريدون أن أخبركم أيها الأبطال، وسأوجه هذه الرسالة له، عن حبوباتكم ماذا يقولون؟ اعلم أن السودانيين تركوا كل شيء لله وجاءوا من أجل الله، وجاءوا من أجل مكة والمدينة. سلمان العزم والحزم أكرمكم اليوم بعد كرم الله بأن جعلكم من المرابطين. فلا عمل أفضل من الرباط، ولا أعمل خير من الجهاد، ولا عمل
بالجهاد في سبيل الله. ومن أثقلته ذنوبه وأتعبته الذنوب فعليه بالجهاد في سبيل الله، فإنه يحث الخطايا حثا. اسمعوا أيها الأبطال، اسمعوا أيها الأبطال. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يحدثكم ويقول: لرباط ساعة، لرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، قصورها، دورها، ذهبها، أموالها، جمالها، نساؤها، مجوهراتها، كل ما فيها. رباط يوم في سبيل الله. إني أرى وجوها قد جلست هنا لكنها بشر، لكنها تختلف عن البشر. الله أكبر. إنهم يختلفون عن البشر. أنا ومن على شاكلتي هنا، نحن قال الله جل وعلا فينا: وللذكر مثل حظ الأنثيين وليس الذكر كالأنثى. أما أنتم علمتمونا معنى العزة، علمتمونا معنى الرجولة. قال: رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. الله أكبر. فمنهم من قضى نحبه، من مات، لا نقول مات بل حي عند الله، ومنهم من ينتظر، فلا تبدلوا تبديلا. أيها الأحباب الكرام، أقول لكم كلاما مهما جدا لا بد أن تعلموه، الله أكبر. الله أكبر. وهو أن لكم أعينا تختلف عن عيوننا، وأقدام تختلف عن أقدامنا. إن أقدامكم هذه المباركة الطاهرة لما داست هذا التراب قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: